بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أصدقائي صديقاتي سلام. في نبوات يوم الخميس الكبير يحذرنا ربنا إن الذي يخطئ ولا يتوب سوف يمحى اسمه من كتاب الحياة. أما التائبين والمتكلين على ربنا فيقول لهم ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. وحقا يا أحبائي لن يطلب التوبة إلا من عنده رجاء، أما اليائس فيحضره يأسه إلى أسافل الجحيم. لذلك يقول ربنا على لسان أرميا النبي: قوموا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. ثم يحذر المتهاونين الذين يفعلون الشر وبعد ذلك يقدمون الذبائح ظنين أن الله يحب كثرة التقدمات، وهم لم يدركوا أن إرادة الله هي قداسة سيرة الإنسان. هؤلاء المصرون على خطاياهم لا يحسب وقوفهم في بيت ربنا أنهم مستحقون البركة، لأنهم جعلوا بيت ربنا مغارة لصوص. أيضا يا أصدقائي يحذرنا ربنا على فم حزقيال أن نقلع عن خطايانا، وليس ذلك فقط بل نطيع كلام ربنا فنفعل الصلاح، وبذلك يتقدس اسم ربنا فينا. أما المصرين على خطاياهم وهم ينجسون اسم ربنا، لأن بسببهم يهان الاسم العظيم. بعد ذلك تقدم لنا النبوات نموذجا رائعا لطاعة كلام ربنا، وهو أبونا إبراهيم الذي أمره الرب أن يقدم ابنه الحبيب إسحاق محرقة. ثم يظهر لنا بركات الطاعة أن أبونا إبراهيم صار مباركا، وعوضا عن إسحاق الذي كان سيفقده حين يقدمه لله، وعده الله أن نسله سيكون كنجوم السماء في الكثرة. ثم بنبوة أشعياء يتكلم عن السيد المسيح الذي يشفي المنكسر القلوب ويعتق المسبيين ويهب العميان بصرا ويعزي النائحين على خطاياهم ويهبهم مجد التوبة. أيضا يا إخوتي الأعزاء في هذا اليوم غسل السيد المسيح أرجل التلاميذ، وذلك إشارة إلى غسل خطاياهم. لذلك قال: اغسلوا بعضكم أرجل بعض، أي بمعنى أن لا ندين الخطاة بل نستر عليهم ونقودهم إلى طريق التوبة. ثم يحدثنا مخلصنا الصالح عن الأثمار التي تليق بالتوبة، وهي أولا المحبة، محبتنا لكل إخوتنا. ثانيا سلام المسيح يملأ قلوبنا. ثالثا نمتلئ بالروح القدس المعزي. رابعا تصير صلواتنا من أعماق قلوبنا مقودة بالروح القدس، وذلك نطلب ما يؤهلنا للحياة الأبدية، وبذلك نكون بالتوبة وبالامتلاء
بطاعة ربنا وبكلام ربنا نكون مستحقين للتناول من جسد الرب ودمه الأقدسين. ربنا يحفظ نفوسكم وقلوبكم في المسيح.